السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا لليوم هو كيف نصنع صورة مصغرة مثل هذه وهذه 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 وهذه. بدأنا بالحماس في هذا الفيديو، أتمنى أن نكمل حماسنا حتى إلى الفيديو الأخير إن شاء الله. فقط أود أن تدعموني بلايك واشتراك، والله يا إخوتي إن التفاعل عندي سيء للغاية. لنصل إلى 50 متابع. 50 أجل 50، هدفي هو 50 فقط. لدي 18، لما لا نوصل إلى 20 ثم 50 ثم نفكر بالأكثر إن شاء الله. بدون إطالة، صورة مصغرة هي عبارة عن آلة جذب المشاهدون، وكل صورة تحتوي على تفاصيل بسيطة تجذب المشاهد أكثر. وركز جيدا على البسيطة. بدون إطالة فلنبدأ إن شاء الله. نختار أولا الصورة التي نريد أن نعمل عليها، ثم نختار الصورة الثانية ونكبرها بهذا الشكل، ونقوم بمسحها فقط نصفها لتأتي الشخصية فوقهم لكي تحذف بهذا الشكل. نختار الشخصية، أنا اخترت ستيفن هارفي. فقط نضغط على بيرسون سوف يحذف تلقائيا بهذا الشكل. نكبره لكي نطابق مع الصورتين بهذا الشكل، لكي تأتي الشكل الأصفر على اليمين وأحمر على اليسار. ثم نختار الشكل الأول، نختار الأشكال التي نريد أو الصورة التي تريدها أنت. فأنا فقط سأريك الطريقة، وأنت أريدك أن تبدع في أفكارك. هنا نقوم بمسح الخلفية المزعجة للشكل الأول، ثم نضيف الشكل الثاني أو السهم عفوا. سأضيف السهم بهذا الشكل، وأقوم بجعله يطابق لنا الشكل التي نريد أن نشرحه، مثلا من الشكل الأول إلى الشكل الثاني. ونقوم بإضافة الشكل الثاني بهذا الشكل، الشكل الثاني بهذا الشكل. شيء جميل سبحان الله. نقوم بحذفه وإضافته إلى الصورة بهذا الشكل، فيأتي لنا بهذا الشكل الجميل. ثم نقوم بإضافة نص. أنا سأكتب العنوان مثلا، طريقة تغيير الأشكال، وأحاول أن لا أغير الألوان كثيرا، فقط نضع لونين أساسيين. مثلا أنا وضعت الأصفر والأحمر، هنا سوف أضع حتى العنوان باللون الأصفر واللون الأحمر. مثلا الأصفر، وإطار الإطار التي يحيطه هو الأحمر، ليس الإطار بل الخط. فهمتم المقصود؟ نقوم بتكبيره وأضعه فوق الشكل بهذا الشكل، بهذه الطريقة. ثم أحاول تغيير بهذه الطريقة. مثل يوجد 4 أشكال، هذا الشكل الأول، الشكل الثاني، والشكل الثالث، والشكل الرابع. أنا أعجبني الشكل الثالث بهذه الشكل، وسوف أحاول تغييره قليلا مثل هكذا. جميلة عجبتني صراحة، لكن يوجد أكثر. ثم أضيف نص ثاني وسأكتب من، وغير له اللون الأحمر عفوا، وإطاره بالأصفر. وسوف أحاول اختيار له مكان مناسب لأضعها فيه. أعجبني هذا المكان. ثم أضيف نص ثاني إلى اللون الأحمر، ثم نضيف له الأصفر، وأكبر. ربما أخطأت اللون الأحمر عفوا. أخطأت في اللون.
ثم أضيف الشكل الذي أريده باللون الذي أريده عفوا. ثم أختار الخط. انظر خطوط كثيرة في هذا التطبيق. اخترت هذا الخط أعجبني، ثم أذهب إلى مين وأغير له الخط أيضا لأرى الخط المناسب. أعجبني هذا الخط، انظر أتى جميل سبحان الله. والآن سوف أقوم بإضافة تكستايل التي صنعته بهذا الشكل، وأقوم فقط بأخذ الحروف بهذا الشكل تكست لوحدها، ثم أكبرها لهذا الشكل. أقوم بالضغط على إفكت لأختار اللون المناسب وأغيره على الشكل الذي أريده بهذا الشكل، وأختار له الظل. الظل مناسب لكن سوف أعدله قليلا. كما أريد إن شاء الله. ثم نضيف التكستايل الثاني وأقوم باختيار فقط ستايل. هذه الكلمة الثانية ستايل. أخطأت، سوف أغير إلى الخط لكي أختار كي تناسبني فقط. وإذا واجهتم أي مشكلة مثل هذا الخطأ هنا، أقوم بحذفه بهذا الشكل، مسح كل الأخطاء، أصغر الحجم وأمسح. هكذا أفضل. ثم أضغط وأكبر الحجم قليلا لتأتي أسفلها، ثم أغير اللون بهذا الشكل. الشكل أعجبني صراحة. أقوم بإضافة ظل له أيضا لستايل.